يا ده عمك جابر دي اللي فاهم كهربة البيت كلها، دي اللي مؤسس كل حاجة هنا. لا لا انا كده فهمت يا حاج ربيع، انا فهمت خلاص. لا البتاع ده شكله واخد ارضي، شكله ولا مؤاخذه واخد ارضي واصل له ارضي ولا حاجه، لان لما بتقفش عليه من هنا بيفتح من الناحيه الثانيه معاك، فدي فهمنا بقى ان هو واخد بالك. انت مين الحمار اللي مركب لك السخان انت ده؟ اللي مركبه، انت سامعني قاعد بقول له انت اللي عامل كل حاجة في البيت اصل هنا. دي اكيد موصل لك الفردتين على الارض. اللي مكمل عادي، اللي مكمل ايه؟ هو مين دي اللي موصله؟ انت بقول لك انت اللي عامل كل حاجة. ده قدر ولطف ان انا جيت في الوقت المناسب دلوقتي. ده كانت الكهرباء ولا مؤاخذه هتخش على الميه، ده كان يعني بعد الشر، بعد الشر عليكم طبعا. ولا قال حاجة ولا هتطلع منه بمعلومة حتى، هو مش عارف ايه اللي هيحصل اصلا. مش عارف. انا مش عارف الصراحة ايه سر حبك في الراجل ده يا حاج. يلا لا انا عارف ان دماغه نعمت، هو يبان عليه ان الحكاية ناعمة شوية، بس هو عبقري بقول لك في الكهرباء عبقري. دي بقى دي فصلنا عنها الكهرباء خالص يا عم ربا، دي تيجي تلمسها تلاقيها لسه بالكهرباء، لسه بالكهرباء. شوف مش بقول لك عبقري؟ لا دماغه واصله على 3 فاز ده. محدش بيفهمه غيري، انا عارفه انا عارفه عمك جابر. مين بقى الارضي ومين مين اللي مفيش فوق برضه، امال ايه؟ انت بتعمل ايه يا عم جابر؟ انت بتعمل ايه لا مؤاخذه يعني؟ الصراحه ما عادش ليا كلام ادافع عنك بيه قدام الولا الصراحه يعني. انا ما اعرفش انت طب بتعمل بقول لك يا حاج، بقول لك يا حاج، ايه رايك اوصل لك الشفاط بيه السخان واخد بالك، بحيث ان هو لو خد ارضي ولا حاجه يطلع لك هواء سخن. لا مش اي حد هيعمل، انا ما عملتهاش غير في الفيلا بتاع الكابتن عمرو سماكه لو فاكره. حبسني بعدها 3 شهور ربنا يسامحه. يا راجل ده الله يبارك له، ده الله يبارك، ده حقه يعمل اكتر من شفاط. ايه اللي نوصله بالسخان؟ الواد واقف يا جدع، ما تصغرناش بقى قدام. ممكن نخلص السخان. لا ممكن نخلص. خلاص ده كله زي الفل، كله زي الفل. انا بس لا مؤاخذه انا مش عارف دي احنا فكينها منين يا حاج ربيع. فكينا بعد ما قفلت وكده لقيتها لسه في ايدي يعني. فمش تفتكرش حاجه. انت بتسالني انا؟ هو انا اللي فاككها يا عم جابر؟ انت ما اعرفش في ايه اللي حصل لك، انا مش عارف. المهم كده هيشتغل، سيبك منه، سيبك تولع على الحته. كده هيشتغل. لا هو كده خلاص يا حاج ربيع اشتغل كده زي الفل خلاص. الميه بتبقى جوه. يعني كده تمام يا عم جابر، مش هيبوظ تاني؟ لا ده كده قدامك ولا 7 سنين شغال معاك كمان. انا كده حطيت لك التخشينه واخد بالك، فصلت لك الارضي عن الميه باين ولا. لا شغال مع، اهم حاجه ما يجيش ناحيته ميه سخنه. بس هتلاقيه شغال معاك. بس يا عم جابر، بس يا عم جابر الله لا يساعدك، اقعد ساكت. ايه في بقك بقى؟ لا انت حسابك كام؟ لا اللي تجيبه طبعا يا حاج ربيع، انت خيرك علينا يعني. لا اللي تجيبه طبعا. على فكره الحته اللي مركبها في الاخر دي اصلي بتاعت بلادها يعني. لا دي انت ما تبصش ورايا، ما تبصش ورايا، دي الحته اصلي يعني. يعني كام يخلص؟ حساب 45 جنيه ان شاء الله. 45 جنيه؟ عرفت؟ عرفت انا بجيبه ليه؟ تحس انه عايش في الثمانينات مثلا، او دماغه فيها. لا عمك جابر تجيبه في اي مصلحه شغال. ايه ده، هو مش كهربائي اصلا؟ لا كهربائي يا عمك جابر اساسا منجد، في الاصل بقى كان منجد. بس هو مجنون كهرباء، مجنون كهرباء زي ما انت شايف كده. ما هو مجنون فعلا. كهرباء يا حمادي، كهرباء الراجل واقف عادي. كهرباء منور يا حاج جابر.